السلام عليكم. شايفين الغسالة القديمة الجميلة دي اللي كان الناس بتنام عليها على صوتها؟ النهاردة بإذن الله هوريكم ازاي نعملها بفن إعادة التدوير، وبتنزل مية. شايفين بفن إعادة التدوير. نشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي علبة بيكنج باودر، وده كان بتاع الدرينك. نقطع الحتة الفوقانية دي الحاجات اللي احنا عاوزينها، وديت بتبقى بتاعت جبنة أو زبدة. دول الاتنين بتوع الودان القطن. هنشيل الحتة الفوقانية دي. ودي سترو شفاط بتاع السيفن اب او بيبسي ولا حاجه. دي صاموله صغيره. ودول دي اللي هي بتاعت الكباسين. ودي بلاستيكايه اللي هي بتاعت الزراير اللي بتبقى بالضغط. دي سماعه قديمه. وده بلاستيك شفاطه برضو ولا اسمها ايه، سترو. ونقطعها اتنين. يلا نشوف هنعمل ايه. يلا نطلع من دي غساله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل هنا علامه كده خرم عشان نحط منه السترو. ونخرمها كده. لو ما عندكمش دوت برضو تعملوها بايديكم. بوندا، البوندا بيسلم عليكم. اعيد لي دايما في الشغل كده. احط سبراي واجيب الحته الفوقانيه دي واقطعها كده الجزء ده، خلوا بالكم بس. واقعد اتك عليه بحيث ان هو يبقى ايه الناحيه التانية. واعمل فيه خرم من فوق كده. واحاول افردها كده شويه شويه. فبقى عندنا الغطا كده تمام. اضغط عليه عشان يبقى متساوي يعني مع الارضيه يعني. اعمل له سبراي برضو. بعد ما عملت لهم سبراي سيبهم ينشفوا شويه، بديهم طبقتين 3، سيبهم ينشفوا شويه. وبعدين ابتدي بقى ايه احط بقى ايه الخطوات اللي بعد كده. الخرم اللي عملته فوق ده بحط فيه دبوس اللي هو بتاع الطرحه عشان يبقى كانها ايد. اتاكد كده من جوه انها نشفت. واجيب ده غطا اللي هو بتاع، عارفين السبراي اللي هو الصبغه بتاعت الشعر، الغطا البلاستيك اللي بيبقى فوق ده. اجي هنا اقطع الحته دي بتاعت علبه الزبده الصغيره او الجبنه، يعني اعمل شباك. اوكي. واحاول ان انا اعمل داير ما يدور. والسترو ديت اعمل 2 طول بعض والزقهم من جوه، هم مفرغين من النص. اوكي. والزقهم كده اهوت، بس ما الزقهمش جنب بعض قوي. اخلي فيه مسافه رفيعه لان هي دي اللي بيدخل منها مفروض القماش يعني. واجيب بقى الستروب اللي هما القطن بتاع الودان، واقطع منهم 2 واحطهم على الحرفين. واجيب هنا السلك اللي هو بتاع السماعات، اقطع الجزء الفوقاني ده. شايفين؟ الون الصامولة باللون الاسود، وكمان اللي هي بتاعت الزرار دي باللون الاسود. طبعا انا بستعمل هنا المانيكير. خلاص نشفت. اقدر احط كده غطا بيرفكت. احط بقى ايه اللي هو الدبوس بتاع الطرحة من فوق من هنا. وكمان اثبته من جوه يعني، ممكن بجلو جان شفاف. وبعد كده اعمل لها سبراي. ادخل بقى السلك. على فكرة الغسالة دي 220 وهتحطوها في 110. بستعمل هنا جلو سيليكون او اي جلو ينفع. احط بقى السترو هنا، اقلبها، اعمل فيه جزء بيبقى يعني مضلع كده، اعملها كده. واحاول اعمل بقى هنا ايه ايد عشان حاجة تمسك اللي هو الخرطوم بتاع المية. دي حاجة كده عندي، متسألونيش ايه دي. كنت احطه مسمار مثلا او اي حاجة. هي او تحطوا، اقول لكم ايه، تحطوا اللي هي الكبشه بتاعت اللي بتبقى في الملابس دي بالمقلوب. وتحط الغطا. وبعدين حطيت اللي هي بتاعت الكباسين دي. وفوقيها قطعة البلاستيك اللي انا عملت لها لون اسود كده، اللي هي عشان تبان كأنها هي ايه السويتش اون اند اوف بتاعت الغسالة. طبعا ما كانش فيه لا ديجيتال نمبرز ولا اي حاجة من الحاجات دي. ستيكر بطبعه على
من الانترنت والزقه، ونيجي بقى نعمل خرم هنا صغير هنحط فيه برضو دبوس بتاع طرحة لونه شفاف. اوكي، بس هديله الوان ازاز احمر، لازم الوان ازاز عشان تبان ان هي لمبه ترانسبيرنت. اوكي، اجي بقى الجزء الفوقاني دوت اللي هو بتاع صبغه الشعر. شايفين شكله عامل ازاي؟ بص، وعملت له سبراي ابيض. احيانا بيبقى هو ابيض جاهز بيبقى كويس. هلزقه بالجلوجان واحطه في النص. واغطيها. تمام. هنا بقى استعملت هنا سيليكون جلو او سوبر جلو، والزق القطعه دي كويس جدا. وادي اللمبه نشفت، ابتدي بقى ايه احطها. اجيب بقى هنا سلك كهرباء، بس هو سلك فليكسيبل يعني عشان اعمل الايد اللي هي المفروض اللي بيحطوها في المانيوال دراير اللي هو واعملها سبراي كده، واحط خرزايه في الاخر واحطها كده. هما كانوا بيعصروا بالبتاعه دي، يعني بيعتمدوا على ان اللي يحطوا الهدوم ما بين الماسورتين دول ويعملوا كده فتتعصر. والله كانت ايام. اهي، مش عارفه ليه بتفكرني بمحمود عبد العزيز كل ما اشوفها، ونعيمه الصغير، ومعالي زيد الله يرحمهم كلهم. اهي، يا رب تكون عجبتكم. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم. ولو تحبوا نعمل حاجه تانية اكتبوا لي في الديسكريبشن بوكس، ولو تحبوا تجربوها جربوها ووروني واعملوا لي منشن وروني رايكم. ما شاء الله. Thank you. Thanks for watching. If you really like the video, please like, share, subscribe, and turn the notification bell. Hope to see you in my next video. Thank you. Bye bye.